البارحة وحدة قيم بين أصخه فاتحة لايف من ذني الدماغ صيز يعني من لابسة جسمها كله طالع وتحكي بالخن وانا هاي الأناقية تصعد اللايف لايفها ب5 ما ادري شيرون اللايف راح تلقى ب5 وانا هاي الأناقية ما ادري الحين ادلها دولة وما توافق وانا على من هي هاي ما روحة على من فنضربه قلت له انا طبيت قلت لا يا زربه جت الزربه طبيت بلايفه هلا ورده هلا هلا ورده هنا قلت له دوني في الضربه انا اللي صعدت وياها قلت له مو انا اللي الضربه يا بنت الضربه قال لا اسفه وانا مو عنيد الله يا ربي يا حكمتك بس علي انا كلش يعني بعرف الله عليكم القرآن عليكم اريد اوصيكم وصيه اريد تشوفوا لي في السبع لايفات هيك تكون عالم فقرة صدق ما عددني اللي يبيع الحاجة 500 حاجة 1000 2000 هذول اللايفاتهم ناصية القرآن عليكم لكم ثواب وإلي ثواب نصعد لايفاتهم سووا لي تاك حتى اروح اصعد حساباتهم حتى يندعوا لي الله عليكم نصيحتي كلش مو تمام شوفوني ببالكم اقسم بالقرآن فاريد انسان يندعي لي يعني محتاجة الدعاء هذول من تصعد وياهم ويندعوا لك هذول ناس فقراء يندعوا لك من طيب خاطر فأمانة بنات اللي سمعتني تكتب تم وتروح تشير لي شكو لايف يكونون مساكين فعلا ما عندهم والعباس عليها العدا وما تجي تشيد اسوي اعلانات انا مصعد يوم واحد اخذ 50,000 واصعد يومين تصعد يمي واصعد يمي لمدة يومين 50,000 بس ذولي لان ما عندهم يدوم الضحك لحالي اذا شفتوا مثلا ذولي اللايفاتهم ناس يبيعون حاجة 1000 حاجة 500 ولا لايفاتهم ناسية حاجة 2000 ضيفوني بنات ضيفوني على السريع وسووا لي تاك يعني مو تضيفون حسابي لا تضيفوا بس سووا لي تاك سمعتني تكتب تم خلنا اخليكم رقمي مال الاعلانات وهوايدا يراسلوني على التيك توك فما جاوب راسلوني على الواتساب بس جويسه متخابرني قبل لجنه شو اسمه الابتزاز ابلغ عليكم نزل البرنامج عندي اودي رقمك ابتزاز فلا تقول عليه رقم على باب الله مال الاعلانات عجل هذا مال الاعلانات هسه راح يطلع لكم الرقم هذا الرقم مال اعلانات بنات اعلانات ببغدادي كلها باخذ 200,000 اي منتج اعرض لكم اياه اذا تدزوا لي منتج اعرض لكم اياه اخذ 100,000 اذا اصعد يمكم باللايف وافتح لايف تفتحون لايف اجي يمكم وتصعدون بلايف تعرضون اخذ 50,000 واذا منتج تدزوا لي لمده 4 ايام 5 ايام اروج لكم عنه بلايف واخلي رقمكم اذا منتج بخير اخذ 100,000 مطعم صالونات اي شيء اطلع اعلانات اي شيء اطلع اعلانات تعال صعد بابا اقرا لي ما ورده يا عيني وين كنت؟ ورده شنو الجهاز عندي فيديو جاب 1,000,000 بحساب يدك ليش انا عبالك دولي اللي تقول على العالم بنات والله نصيحة اقسم بالحسين ينطون للمصممين فلوس صمم بس هم مال يخلوكم تشترون هاي الاشياء الاجباس وما اعرف ايش ترى كلها كلاوات ماكو نتائج وهاي ينتفقونهم ويا واحد يطول سيارة والعالم مصدقة بطلوا لا تكذبون على العالم سمعتوا؟ اقول لك واللي مشروع ما عنده جديد يفقس عيوني مشروع كل مشروع يبيع مثلا يعني عادة تفتح مشروع بس ما عادة تعطيني فلوس هاي حقائنا طبعا لا جديد كلامي لو غلط الجديد اكيد ادى فلوس مشروع بس ما عنده 50 تعطيني لا ما صارت العداله بنات كلامي صح لو غلط انا على باب الله قلت لكم اللي تبيع حاجه 2000 حاجه 1000 العباس عليكم تشيروا لي اصعد بلايفها ببلاش اصعد حسابها بس مال انا عدها وتشتري غراض غاليه وتفتح مشروع وما عرفت تعطيني 50,000 اصعد الحساب ليش يابا ورده حتى ببلاش طلعت اعلانات ايش بيكم انكم مثل ورده والحسين ببلاش حتى بس دفعوا لي كروه لان هاي خطيه كانت فاتحه صالون وقالت أنا صاحبة أطفال خالة وما عندي والله عندي أيتام 4 وتوني فتحت هذا المشروع والله تقول ذا بيت اللي عندي والما عندي بس أصيلة قالت تجيني بالصحة قالت تجيني سوي الإعلان
والله خالة أول زمن الطب لا أنا راح أضمن لك الفلوس مالتها، والله خالة ما عندي ولا ربع. خطية والله. اي والله خطية، رحت سويت لها الاعلان وسبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي على نياتها. هسه تروح الك مجال وشغلها يخبط. قولي الك مجال توقفين مالك مجال. بنات واللي يقولوا لي على المنحف وين المنحف ورده رقم المنحف ناشرته بمقطع علي جوا تقدرون تخابرون صار ب 55 عروض لحقوا علي هذا اللي دا اخذه اني بنات. مع العظم مع العظم اموت من اشوف عظمي شيء اعشقه. ويا التوصيل ورده 55. اي بس شنو اول 3 ايام بطنك كانت تمشي امشي وياها الحمام افتهميني. وراها لا هم يعطوك 3 كورسات، واحدة الصبح واحدة الظهر وواحدة بالليل، كامل الفيتامينات. ها كلها بالاعشاب يعني شيء كلش حلو. منحف للخصر زين، والمنحف الرسمي كله ما مطني عشان تصبح العافية. العافية ماما ليش تمشي تقولنا على الفراش؟ جبتها من البيت نظيف يا بنتي. شيء طب لما تقرا لي اي شغل على واحد يكتب واحد وطيبة تكتب لك وردة. اخويا ما اقدر اساعدك، اول شيء انا ما اعرفك، اكتب انت شو تريد وراح يجاوبوك. اما راح اكتب الواحد يحضرني بعد له. هلا نور نورتي. شنو شغلك هسه؟ اعلانات اسوي، وعندي منتجات مال بشره تجنن بنات. هذا قناع موتني. جيبي لي مش طفي لي صوبك شغلي لسه. حياك الله نور نورتي. هذا رقمك شي رقم ورده مال الاعلانات. هذا رقمي جواسم يخابرني قبل اودي رقمه. لازم مو نحبك ما تصعدينه. انا انت شغلي سيارة. ايوه شنو تعرفين حاليا عن زينب بنت الديوانية؟ زينب بنت الديوانية كل اللي يقولكم يضربوا بعض بالسجن ماكو ضرب، خلوه بالكم ممنوع ممنوع. بس اكو مشاكل تصير بين السجينات تنضرب عادي، متعاركات بيناتهم ومضروبة عادي، هذا الشيء كلش عادي. ثاني شيء بنات الله ان شاء الله يا رب حق هذا القرآن يا رب سهلها عليها. يقولوا لكم سارة ومال هذا مالتها وتطلع مستحيل. احنا كمحتوى هابط امن وزاري يعني من الوزارة، فمستحيل نطلع اذا ما تكمل محكوميتنا زين وانطونا عقوبة. يعني كفو من الدولة متتنا عقوبة هيك سهلة. بنات لعبنا جولة غير مالت الله. يعني أنا بالنسبة لي مطبة السجن يلا شوي عرفت الله حق تأديبيا إنه والأطفال يعني حتى ندير بالنا على أطفالنا نقول كافي. والله العظيم أنا إنسانة صريحة. جوز أنتوا هسه من أحكي وياكم تقولون تحكي بس على وردة زين. ماما نصي اشتغل عندك إشراف. هاي اعطيتك اشراف. فبنات والله العظيم احنا كتأديبيا انطونا هذا الحكم 3 اشهر 10 ايام. ما تطلع مستحيل اذا ما تخلص حكمها وتطلع. وراها يقولون سماح حاسبه ما عليها دعوه ما عليها شيء تطلع ما عندها شيء. ما مشربين بين الدوله هم دا يقولون طلعونا مره مرتين وثلاثه كفاله. دا يقولون تأدبوا الخاطر اطفالكم دا نحترمكم كافي. اكو شغلات غلط باللايف اكو عالم دا تتابعكم وهي مسكينه والله بس ضيعوها يما داير مدايرها على حساب الطشه. شوفوا قد كان لايفي 25 كي صح لو غلط. اللي موجوده عندي قديمه تكتب لي صح لو غلط. وصل 40 كي وصل 50 كي شنو الفائده؟ دخل السجن 3 اشهر 10 ايام تبهذلت جهالي تبهدلوا. يعني بهذله. اكو مصطلحات ما يصير نحكيها باللايف. مرات انا اتعصب احكي كلام وراها اروح اراجع عنه اقول لا غلط لان انا شفت فراق جهالي وشفت. فاحنا مو كل شيء انه نسوي مثلا قالوا لنا كلمه سووها ترند باللايف حتى ترى اني اعرف هاي دروب كلها مال مشاهير. يجوز انتم تدرون كل زين هذول توهم طلعوا جدد. اني اقدم وحده انا وحيدر سيتو زين قبلي هو كان حيدر سيتو. انا امشي وياكم. اي والله
احنا كلش قديمين بس اكو شيء اسمه بس يا امي، اكو بنات بعارنا، اكو اطفال متابعين. يعني هسه اني كم لايف والله وحقايا ضرورية وداعت ولدي لو عندي اسدد هسه ديني خلص بيت اخذت مصرف جهاري كبرى ويروحون يطلعون يدبروني، هي لقمه عسى ما خبزه وصل الحمد لله. بس والله بس تسددين عليه عف التيك توك، اكو بنات هواية يطرقون للتيك توك عاشقين، يعني يفتحون لايفات بس اهلهم ما يقبلون. بنات ترى التيك توك بهدله، ترى اللايفات مشكله يا امي، مشكله اقسم بالقران. تسبب لك المشاكل، تسبب لك تقدرين تفتحين امازون تبيعين، يعني الرزق على الله يا بنتي، الرزق على الله. زين والله مستحيل ينسى عبده. فاتمنى يعني اتمنى من باقي البنات اللي هم دا يطرقون للتيك توك بغير اخلاقيا يعوفون هاي السالفه، يعوفون هاي السالفه. اما تبيعين امازون، اما يا بنت تطلعين اول شيء راح تنسجنين، ثاني شيء راح تدخلين بسيم وجيم ومشاكل انت بغنى عنها، انت بغنى عنها. صحيح لقمه الحلال محاربه بس ما يخالف ربك راح يوقف لك اول وتالي. انا مرات اكو بنات والله يراسلوني على انستا خاله وردات تفتح لايف وما اعرف ايش، اقول لها معتازه، تقول لا اهلي دا يصرفون علي خير من الله، احنا عندنا. اقول لها لا شو تسوين بالله؟ تقول لها طشه حلوه، بالعكس يا بنتي طشه مو حلوه، لا تقدرين تقعدين مرة تاخذين راحتك، لا حتى اصدقائك يبعدون عنك ما تقدرين